الحمد لله على السلامة. الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة. صباح الخير. بدأت غيوم الخريف تظهر كده بشكل متقطع. الحمد لله على مبدأ الصيف اللي في السماء وعيك. تست. بسم الله. شيء خالص. عايز بس أول حاجة النهاردة أبدأ بيها في الفلوج بتاع امبارح. أنا دوست شوية على المساعدين اللي بيعملوا دور مش دورهم، وبيشتغلوا دكاترة، واللي بيقفوا في الشفتات لوحدهم يعالجوا الناس، واللي بيتأجروا صيدليات يعني شبه يتملكوها، وبيدفع إيجار للدكتور الصيدلي اللي واخد اسمه. فلقيت في التعليقات بعض الأخوة من الدول العربية بيقولوا إن عندهم معهد رسمي سنتين بيخرج حد اسمه مساعد صيدلي بيدرس جزء من مواد صيدلة في المعهد ده، وده توصيف رسمي لمساعد الصيدلي. الحقيقة مش عارف الوضع ايه في الدول العربية، وهل هناك برضو نفس التسيب اللي حاصل عندنا في مصر. بس الوضع في مصر الحقيقة مزري. الوضع عندنا في مصر انه عادي تدخل صيدلية ما تلاقيش فيها اصلا صيادلة، واللي واقف ممكن يكون كلية تربية، ممكن يكون كلية تجارة، ممكن يكون دبلوم صناعة، أي شيء يعني لا تتخيلوا الوضع عامل إزاي. أي حد ممكن يبقى واقف في الكلية في الصيدلية وبيعالج الناس ويقيس الضغط والسكر ويدي حقن ويعلق محاليل. حاجة منتهى الفساد اللي ممكن حد يتخيله في المنظومة الصيدلانية موجود عندنا في مصر هنا. فدول ما عندهمش مني غير انهم يتهزقوا. طبعا الكلام دوت ممكن يزعلهم يخبطوا راسهم في الحيط. وانا قلت في الفيديو اللي فات مش فارقين معايا اصلا، حد مش فارق معاه ربنا، حد لا يتقي الله في الناس، فهو هيفرق معانا في حاجه 60 داهيه. الوضع بقى في الدول العربيه ايه انا ما اعرفش، بس اللي انا عارفه انه زمايلنا في العراق كلموني قبل كده واشتكوا من فكره برضو انه الصيدليات بيقف فيها ناس مش صيادله، وبعض الصيادله قالوا لي ده احنا حتى ما بنلاقيش مكان نشتغل فيه، ما بنلاقيش مكان نتدرب فيه من كتر ما الناس اللي مش صيادله ماليين الصيدليات وهم اللي واخدين كل حاجه. فطبعا ده وضع تحت الصفر برضو زي حالتنا في مصر. في حد قال لي احنا في سوريا عندنا معهد وبيتخرج فني صيدلي وهو بيقف، معرفش بقى ايه حدود الصلاحيات بتاعت فني الصيدلي ده، لان انا مش عارف اصلا هو بيدرس ايه وحدود صلاحياته ايه ومسموح له يتعامل مع المرضى ولا لا ويوصف علاجيات ولا لا، معرفش الحقيقه. تقريبا في الاردن برضو في حاجه زي كده، فني صيدلي او شيء زي كده، او مساعد صيدلي بشكل رسمي معهد او شيء زي كده، معرفش برضو ايه حدود صلاحياته القانونيه وايه اللي بيدرسه وايه اللي مسموح له بيه وايه اللي مش مسموح له بيه، معرفش. بس انا لما بتكلم بشكل عام في القناه هنا دايما بقصد الوضع في مصر، اللي هو يعني ايه زي ما قلت وضع فوق المأساوي بشويه او تحت المأساوي بشويه. ماشي.
فممكن الزملاء في الوطن العربي بقى يدونا خبرة ويدونا فكرة عن الأوضاع عاملة عندهم إيه. هو اللي أنا أعرفه إنه دول الخليج هي الدول الوحيدة في الوطن العربي حسب علمي اللي فيها نظام صارم جدا 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 فيما يخص وجود صيدلي في الصيدلية ومنع وحظر وجود غير الصيادلة في الصيدلية والتعامل مع المرضى. يعني ممكن يكون في اسيستنت أو مساعدين، ولكن طبعا ممنوع تماما إن هم يتعاملوا مع المرضى. ده حسب معرفتي بكل دول الخليج. لكن بقية الوطن العربي الله أعلم الوضع فيه عامل إيه. اللي أقدر أقوله إن الوضع في مصر إيدك منه والأمر. عشان كده وفي حاجة كمان بقى غريبة، إنه أصلا أنا في الفلوج امبارح يعني أنا اتكلمت بشدة وبعنف رهيب مع الصيادلة اللي تسببوا في المهزلة دي، ومع ذلك اللي رد عليا مين؟ اللي رد عليا مساعدين الصيادلة برضه، مع إنه يعني يلا. على كل حال ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. واحد من العيلة بتاعة الريتينويدز مشتقات فيتامين A، الحقيقة يعني اتفاجئت بالمميزات بتاعته وانا بقرأ عنه. الريتينالدهايد واحد من عيلة الريتينويدز الناتشرال الطبيعي، بيتحول داخل الجلد يا اما الى ريتينول او ريتينويك اسيد. والحقيقة ليه دور حلو جدا جدا في التفتيح لما بيستخدم بتركيزات 0.5% أو 1% وكمان للمفاجأة إنه واحد من الريتينويدز، أو يعني يعتبر هو أكتر واحد في عيلة الريتينويدز اللي بيحفز الجلد على إنتاج هيالورونيك أسيد من نفسه من غير ما نحتاج ان احنا نضيف اصلا الهيالورونيك اسيد من بره. هو بيعمل ستيميوليشن للخلايا بتاعه السكن ان هي تصنع الهيالورونيك اسيد بشكل ذاتي. فالحقيقه يعني الريتينال والريتينول برضو بيعملوا ده بصوره او باخرى، ولكن افضل واحد في العيله بيعمل الموضوع دوت باعلى نسبه يعني بيدي نتائج كويسه جدا هو ريتينالدهايد. الحقيقه انا ما اعرفش في مصر اي منتج فيه ريتينالدهايد، لكن لما بحثت في جوجل لقيت اوريدي في منتجات بره مصر فيها ريتينالدهايد متوفر بكذا تركيز.
بداية من 1% و15% ونص من 100% أو 5% يعني. فهو متوفر بره مصر. ولو توفر في مصر أنا هوفره عندي في الصيدلية وهديله تجربة شخصية وتجربة مع بعض العملاء برضه. بيسأل كتير من الخريجين أو الناس اللي في امتياز أو الناس اللي في يعني خلاص في أواخر صيدلة، نادرا بيجيلي السؤال دوت برضه من الأولى وفي تانية: يا دكتور أنا في مجالات كتير متاحة قدامي وفي خيارات شغل ودراسات عليا مختلفة وأنا محتار مش عارف أعمل إيه. عادي، تقبل فكرة الحيرة، ده جزء من الرحلة. وعايز أقولك إن الحيرة دي لا تنتهي بإن أنت خلاص اشتغلت أول شغلانة، لا، هتبقى أنت شغال في شغلانة وربما شغلانة كويسة وعينك بتتطلع لشيء آخر ومحتار تكمل ولا تغير. وحتى لو دي كانت شغلانة أحلامك، لأنه أنا مريت بنفس التجربة. شغلانة أحلامي كانت الكلينيكال مثلا في مرحلة من المراحل، وبعد ما اشتغلت الكلينيكال وخدت التجربة اكتشفت انه دي شيء يعني ما ترضيش طموحي وبدأت افكر في حاجات تانية. وكان مرة على تخرجي سنين وعدت التجربة بتاعت ان انا بشوف ايه الانسب ليا وايه الاحسن ليا واشتغل فين واختار ايه ودراسات عليا ايه واذاكر ايه، مرة تانية ومرة تالتة. وحتى الان بعد كل السنين دي وبعد كل التجارب اللي مريت بيها ما زلت بفكر في الخطوة الجاية ايه. اغير مجال معين، افتح في بيزنس جديد عايز افكر ابداه. الصيدليه هل اطورها افتح فيها فرع تاني، وهل اقفل هنا وافتح في مكان مختلف، ولا هل اقفل الصيدليه خالص واغير لمجال اخر او لحته تانية في نفس الاطار برضو. وهكذا. يعني دايما الخيارات وفكره الاوبشنز الكتير اللي موجوده دي مش هتنتهي، وده جزء من الرحلة. المشكلة انك بتخلي الخيارات دي حمل عليك، دي المشكلة. ان انت ربنا كرمك بمجال فيه ليه اوبشنز كتير، فبدل ما ده يكون شيء حلو اللي هو انا مش قلقان ان انا مش هلاقي اكل، انا مش قلقان ان انا مش هشتغل، انا كده كده هشتغل، كده كده هلاقي وظيفة كويسة، وكده كده في عندي اوبشنز كتير، فما مش شايل هم حاجة. لا، انت بقى بتقلبها بشكل سلبي وبقيت فجأة أنا شايل هم حاجات كتير. طب ليه حد في أولى أو تانية صيدلة يقول لي يا دكتور أنا مشتت ومش عارف أخد قرار؟ بس خليني برضو أكون صريح معاكم. أنا لاحظت من بعض السبيكرز، الناس اللي بتروح كليات صيدلة وتتكلم قدام الطلبة، للأسف الشديد بيذبحوهم ذبح. بيقولوا له انت لازم تتخرج وانت مقرر تماما هدفك وعارف انت عايز ايه وعارف هتحققه ازاي. لازم تحدد جول، والجول يكون سمارت، اس يعني سبيسيفيك، ام يعني ميجربل. ويقعد يدينا بقى في محاضرة عن تحديد ايه حبيبي يا بابا. المحاضر نفسه والله ممكن تلاقيه هو ذات نفسه محتار يكمل في شغلانته ولا يغيرها، يكمل في الشركة ولا يروح يشوف في شركة تانية، القسم اللي هو فيه يكمل في المحاضرات دي ولا يفتح شركة خاصة بيه هو نفسه عنده اوبشنز ما زالت مؤرقاه، وما زال فكرة الجول المحدد السبيسيفيك الواضح الكلير. يعني مش كل الناس عندها الرفاهية دي. وحتى لما بيكون عندي جول سبيسيفيك وعارفه وتايم باوند ومحدد كل حاجة، بعد ما بحققه بتفضل بقى في طب واتس نيكست، ايه الجاي؟ في شوية حيرة، في خيارات مختلفة، أعمل إيه؟ فليه بقول كل ده تاني؟ أأكد على نفس النقطة: تصالح وحب فكرة إنه ربنا مانن عليك بوجود خيارات مختلفة تضمن لك الحد الأدنى من الحياة، إن أنت مش هتبقى زي خريجين بعض الكليات أو بعض الناس اللي ربنا ما وفقهمش ودخلوا أصلا كليات هو يا عيني اصلا يعني فكره انه هو يكون قدامه اوبشنز مش قدامه اوبشنز. في الفلوج بتاع امبارح مثلا كان في البيشنت اللي شغال في مصنع، عامل في مصنع على مكنه، والجيوب الانفيه بتاعته خلاص انهارت. الراجل بقاله 13 سنه في المصنع في مكن والتراب والعفره بتاعه الاقمشه والخياطه بهدلت له الجيوب الانفيه، وعنده كرونيك الرجيك راينايتس، وما عندوش رفاهيه انه مش يغير الشركة، انه ينتقل من القسم ده لقسم ما فيهوش العفرة دي،
ما عندوش الرفاهية دي. فانت ربنا من عليك بشيء رهيب وانت محمل نفسك فوق طاقتها، والمنة والنعمة اللي عندك حولتها لنقمة وشيء سلبي بيضغط عليك وموترك وهلكك نفسيا. فرفقا بأنفسكم يا جماعة، رفقا بأنفسنا يا حبايب، يعني خدوا الأمور بصدر رحب، وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ويعني وفي السماء رزقكم وما توعدون ورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الموضوع منتهي. فأنت شايل هم إيه؟ شايل هم إيه؟ عايز تشتغل شغلانة ما فيهاش تعب؟ مفيش شغلانة ما فيهاش تعب. حتى لو أنت يهيأ لك الله الشغلانة دي يا ريت بس يبقى أنا عندي طب روح اشتغلها شوية وهتتعود عليها وهتحس خلاص فرهدت، تعبت، زهقت، في روتين. وللأسف الشديد إحنا طلعنا في وقت وفي مجتمع كل شيء مفتوح فيه على بعضه. زمان ممكن مثلا الناس دوائرهم هي حدود معرفتهم بالكون، الدايرة بتاعته، يعني الواحد وعيلته وقرايبه ومعارفه بس، فعارف ده شغال فيه وده شغال فيه وخلاص، وهي دي حدود تطلعاته. النهارده حضرتك انت حدود تطلعاتك لا نهائية، لان انت بتشوف كم مهول من الناس بكم مهول من الوظائف بكم مهول، وكل واحد انت بتشوفه بيحاول يظهر اجمل ما عنده. ويا سلام لو دخلت لينكد ان هتحس ان انت عايز تشتغل في تحليل البيانات، وعايز تشتغل في البيزنس انتليجنس، وعايز تشتغل في الماركتينج، وعايز تشتغل في الكلينيكال، وعايز تشتغل من كتر ما كل حاجه جميله وكل حاجه حلوه وكل الناس بتلمع ونظيفه ومرتباتها عاليه. فاقفل المشتتات دي لو هتيجي عليك بالسلب. لا ملوش لازمه. انا شخصيا لينكد ان بتاعي متجاهله، كل فين وفين ادخل على لينكد ان خلاص يعني. والحقيقه دوت جاب لي يعني استقرار نفسي كبير جدا، لان انا مريت بمرحله كان لينكد ان ده ادخل عليه مش ممكن، حيره وتوهه، بالذات في المرحله اللي هي بتاعت 2018 بدايه 2019 في الفتره دي كده، اللي هو انا محتار. ففتره وانا محتار دي ابعد على لينكد ان بقى، لانه هيزود الموضوع معاك مش هيقلله. دي تجربتي الشخصيه، قد تنفع وقد ما تنفعش، قد يكون كلامي غلط، بس دي تجربتي الشخصيه. بعد ما خدت قرار استقريت عليه وعرفت مساري، لو بقيت بدخل لينكد ان المشتتات اللي حواليا بتجاهلها وبركز في مساري، ايه اللي ممكن استفيده، ايه اللي ممكن اكبر فيه، ايه اللي ممكن ارتقي فيه وخلاص. تمام. فلا تمدن عينيك، ما تقعدش تبص للي حواليك. فلانة اشتغلت كلينيكال وكل بوستاتها والريلز اللي بتنزلها تحس ان هي يعني واو جامده، ياما هنا ياما هناك. مش شرط الانفعال ينفع لك، مش شرط ان هي اصلا مبسوطه، ما تعرفيش التفاصيل. ف يعني نحاول نستمتع بيومنا ونستمتع باللي ربنا مبارك لنا فيه دلوقتي، وامشي خطوه خطوه. وصدقوني انتوا ما تعرفوش الامور هتوديكوا فين، ومهما قعدت تخطط وترسم وتحسب بالورقه والمسطره والحاجات دي وتجدول وتعمل، احيانا ربنا بيقدر لك اشياء ما كانتش في الحسبان اطلاقا، وافضل بكتير من اللي انت عمال تهلك نفسك في التخطيط ليه. عارفين ايه اكتر مشكله قابلتني في الصيدليه من يوم ما فتحتها؟ اسوأ حاجه الحقيقه هو ان انا تقريبا طول الوقت بدور على صيادله. للأسف أنا فاتح الصيدلية في الأقاليم، في منطقة ريفية مش في مدينة كبيرة يعني، ففي شورتج في الصيادلة. ده عامل أزمة، لأنه في هنا بقى مساعدين كتير. يعني هنا مع أي حد ممكن يجي يشتغل في صيدلية، حرفيا أي حد ممكن يقف في الصيدلية. في وقت ما بنزل إعلان إن أنا محتاج حد، أغلب اللي بيكلموني هو خلاص يعني بطلوا يكلموني،
كان في الاول كل اللي بيكلموني ناس مش صيادله، فكنت بقول لهم لا انا محتاج صيادله. وحاليا انا بقالي دلوقتي حوالي 6 شهور تقريبا بدور على صيدلي، مش لاقي. 6 شهور بنزل اعلانات وبسأل الناس وبدور على اي صيدلي في اي مكان قريب مننا. اغلب الصيادلة البنات بتتجوز تقعد في البيت تسافر مع جوزها بعد التخرج. ويعني انا كل البنات اللي جم اشتغلوا معايا قبل كده كلهم انتهى بيهم الحال، اتجوزوا وسابوا الشغل. انا ما بعترضش على كده، يعني دي حرية شخصية، وطبعا ده قرار كل واحدة، وربنا يبارك لها يا رب في جوازها وبيتها. الحاجة التانية الشباب الولاد طبعا بيطلعوا على القاهرة، لأن المرتبات في القاهرة ضعفين 3 أضعاف المرتبات في الأقاليم. حتى مهما حاولت أرفع المرتب بيزال برضو المرتب مش يعني لا، القاهرة مغرية أكتر وأحسن من حيث السالري. وبرضو ما بلومش الشباب، يعني أنا بعد التخرج رحت القاهرة، يعني فضلت شغال في القاهرة فترة طويلة. وما جيتش هنا غير علشان افتح الصيدلية، صيدليتي الخاصة، مش عشان اشتغل في صيدلية. فمقدر طبعا موقف اي حد انه يروح القاهرة، بس تظل المشكلة دي مشكلة بالنسبة لي بلا حل. اوبشن التاني ان انا اوقف حد مش صيدلي في الشيفت واخليه يمسك شيفت، ده مستحيل، مستحيل تماما. الحقنة دي هتتحل في 3 سنتي، وبعدين تاخد سنتي ونص وسنتي ونص الصبح بالليل في نفس الساعة الصبح بالليل. صبح بالليل صبح بالليل. نفس الساعة. يعني ياخد الحبة الخمسة دي تحضر بيها، والسرنجة ال3 دي بتدي بيها. ياخد دلوقتي الساعة 10 ونص، 10 ونص الصبح ياخد الحقنة التانية. تمام. من ابسط الحاجات اللي تتعمل في البيشنت كونسلنج او البيشنت اديوكيشن لما يكون جالك روشتة زي دي، ابسط حاجة ان انا مش بس اطلع الادوية واروح مشخبط عليها الاستخدام، او يعني في ليفل اعلى من كده شوية ان انا بقول الاستخدام وانا بشخبطه، يعني بقول له دي هتتاخد 3 مرات، دي هتتاخد مرتين. الليفل اللي اعلى من كده ان انا بحاول اوضح للمريض كل حاجة في الروشتة دي ايه. ده مضاد حيوي لازم تلتزم عليه، وخلي بالك من الميعاد ومدة الاستخدام 3 أيام 5 أيام وهكذا، ومهم جدا حتى لو الحالة اتحسنت نكمل الكورس العلاجي. خافض الحرارة بقول له مثلا ده 3 مرات، ولكن برضو احنا بنقول عند اللزوم، يعني لو الطفل بدأ يسخن ما تستناش لما يعجل وقت، لا ادي عشان ننزل درجة الحرارة. دواء معين للكحة بوضح له ان دوت للكحة، دوت مذيب للبلغم، دوت مهدئ للكحة. دواء معين ده يفضل تاخده بعد الاكل، ممكن يقلب معدتك، دوت يفضل تاخده قبل الاكل بنص ساعة علشان يديلك نتائج كويسة، ده وهكذا. فلازم في كلام زيادة بيتقال، في حاجات، في شرح باستفاضة بيتعمل. ده دورك. اجيب المعلومات دي منين بقى؟ جزء من المعلومات دي بيكون توضيح شخبطة الدكتور اللي موجودة في روشتة، وجزء بيكون المعلومات اللي انا جايبها عن الدواء من الابليكيشنز اللي انا اوريدي قلتها لكم اكتر من مرة في الفلوجات اللي فاتت، واللي قلتها برضو في فيديو تدريب في الصيدلية الى اخره. لازم يكون ليا رول. انا عارف ان احنا كل تركيزنا دايما بيكون على حالات الاو تي سي، شوف الدكتور بيعمل ديفرنشال دايجنوستس ازاي، شوف بياخد الهيستوري ازاي. طبعا كل الكلام ده مهم، بس برضو لينا رول ولينا دور مهم في الروشتة. احنا مش مجرد مناولين، يعني هي الفكرة مش ان انا بروح اجيب حاجات من على الرف واحطها في كيس واضرب اضرب اضرب السعر كذا. لا، هي مش بقالة على قولة واحد من الكفتاجية اللي متابعيني على القناة هنا. مش بقالة، لا. احنا
بنقدم حاجة كده اسمها رعاية صيدلانية، pharmaceutical care، حاجة الجهلة ما يعرفوهاش. وأنا أتمنى إنه مستوى الصيادلة يكون دايما في الليفل بتاع الفارماسيوتيكال كير ده، الرعاية الصيدلانية. والفارماسيوتيكال كير بالمناسبة هي المظلة الكبيرة اللي تحت منها الكلينيكال فارماسي والكوميونتي، يعني الاتنين تحت مظلة الفارماسيوتيكال كير. احنا بنخدم المريض وبنقدم له رعاية طبية بطرق مختلفة وفي أماكن مختلفة. ممكن أقدم الرعاية دي هنا في الصيدلية، ممكن أقدمها له بشكل آخر في الرعاية المركزة، ممكن أقدمها له بشكل آخر في المستشفى، ولكن في الدور عادي مش في الرعاية المركزة. وفي كل الأحوال يعني مفيش دور أهم من التاني، ومفيش حاجة ليها أفضلية على تاني. مش الكلينيكال مثلا اللي في الرعاية المركزة ده أهم أو أفضل من الكوميونتي اللي واقف ورا الكاونتر وبيتعامل مع البيشنتس دايركت. واعتقد انتوا خلاص يعني من الفلوجات اللي فاتت ومن اللي انتوا شفتوه قبل كده بدأنا نلمس ونلحظ فكرة انه ايه ده احنا ممكن نعمل حاجة، ده في دور مهم لينا، ده احنا ممكن ناخد هيستوري ونكتشف دايجنوزس معين ما كانش موجود، ده تحاليل بتجيلنا، أشعة بتجيلنا، حاجات كتير. واعتقد برضو دلوقتي انتوا عندكم فكرة كاملة انه احنا هنا مفيش حاجة اسمها تخصص، انت بتذاكر كل حاجة. انا بيجيلي بطنة وبيجيلي قلب وبيجيلي عظام وبيجيلي اطفال وبيجيلي مسالك بولية وبيجيلي وانتوا شايفين بقى وجلدية واحنا ماشيين. فبذاكر ده وبذاكر ده وبذاكر ده، فالرول بتاعي الحقيقة الدور بتاعي كبير جدا. وبستغرب قوي لما صيدلي يقول انا زهقت من الشغلانة او حاسس ان انا مش بكبر او حاسس ان انا مستواي ما بيتطورش. هو الحقيقة المشكلة مش في الشغلانة لأن الشغلانة دي سحلة مذاكرة، مش هتبطل مذاكرة طول حياتك. طول ما انت واقف في صيدلية مش هتبطل مذاكرة لسببين، لأنه انت يا هيجيلك جديد يا بتنسى القديم فمضطر تراجعه كل شوية وتشوف الابديتس اللي فيه. ففكرة ان انا حاسس ان انا ما بزيدش ما بتطورش، لا دي المشكلة عندك مش في الصيدلية. لكن انا وقفتي في الصيدلية هنا كل يوم لازم في حاجة جديدة هنذاكرها، في حاجة هنعرفها، في دواء هنبحث عنه، في مرض جديد، في تحاليل، في حاجة ما هقلب فيها. مفيش أي حاجة بقى خالص، مفيش أي بيشنتس، مفيش حالات بتجيلي جديدة، في كتب بذاكر فيها. يعني أنا الصبح النهاردة الشيفت هادي والدنيا رايقة، فتحت الكوزموتكس وقعدت أقرأ فيها شوية. فأنت مفيش حاجة اسمها أنا ما بتطورش وما بزيدش. ده كلام مين؟ ده كلام الناس التعبانة، وإن شاء الله يعني انتوا ما تكونوش من الناس التعبانة.